جاله سؤال بيقول هل سيدنا إدريس هو أوزوريس ولا لا؟ الأول نفهم الاتنين مين وبعد كده نكمل ونعرف هل في تشابه ولا لا. أول حاجة سيدنا إدريس ذكر في كل ما ذكر اللي هو أول من خط بالقلم، يعني راجل كان يبحث عن العلم، وده اللي ذكر في قصته، ما دخلناش في تفاصيل كتير في حياته، وذكر في سورة مريم اللي هو رفعناه مكانا عليه. ده بالنسبة لسيدنا إدريس. نخش بقى على أوزوريس. أوزوريس القصة بتاعته في الأسطورة اللي بتحكي عن أساطير بتاعة أوزوريس اللي هي إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. تمام كده؟ الاتنين الرجال اللي هو مين؟ ست، ماشي، وأوزوريس. الاتنين النساء اللي هو إيزيس ونفتيس. طيب حلو خالص كده. الاتنين الرجال دولت كان واحد فيهم ما بيحبش التاني، فالست ده اللي هو كان بيبقى معبود الشر بالنسبه للمصريين عمل ايه؟ جه عمل حفله كبيره وراح جايب فيها تابوت ذهب، وقال يا جماعه انا جايب التابوت الذهب ده، التابوت الذهب ده اللي هيجي على مقاسه هياخد التابوت ليه. فكل واحد من المدعوين ابتدى ينام في قلب التابوت، فكل واحد هو جابه بالظبط على قد مين؟ على قد اخوه اوزوريس قصدي. تمام كده؟ كل واحد ابتدى ينام ينام ينام، ما جاش. راح جاي في الاخر مين اللي نام فيه؟ اوزوريس. راح واخده قافل عليه التابوت وراح ماسكه وقافله كويس قوي خالص، وراح رميه فين؟ مقطعه ورميه في البحر. وكده خلص من مين؟ من اللي كان محبوب بالنسبه للناس اللي هو مين؟ اوزوريس. يبقى احنا كده القصه بتاعته مين؟ اخ وقتل اخوه. يبقى اقرب لمين؟ اقرب لقابيل وهابيل، مش اقرب لمين؟ لسيدنا ادريس نهائي. يعني موضوع ان سيدنا ادريس هو اوزوريس مرفوض بتاتا. ايا كانت كمالة القصة ايه وكمالة الحكاية ايه وكمالة الحدوتة ايه ملناش فيه، بس المهم الرفض كان قاطع، ده مش ده. في بقى ملحوظة تانية واحد قالها لي برضو، قال لي حضرتك بتبقى مغطي الحتة اللي معمولة لايك علشان خاطر الجاكيت الابيض، فهل تعارض بقى مع الراجل ده ولا لا؟ اشوف في تعليقاتكم ان شاء الله باذنك انت يا رب. لاول مرة تشوف ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة اذا تقرب، ولو عندك سؤال اكتبه لي وان شاء الله هقدر ارد لك عليه من عند ربنا، او نحاول ندرس حواليه او نحاول نقرا، يمكن نتعلم حاجه جديده في حياتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف علامه الاشتراك في القناه ظاهره ولا لا.